السالفة هذه حدثت في منطقة القصيم. البطل القصة اسمه علي، وهذا علي عمره 14 سنة، بار في أبوه، عنده 3 خوات وأبو وأم، وعايشين في مزرعة ما شاء الله. والمزرعة قبل 80 سنة لا الواحد يظنها مثل المزارع الآن، انخلتين ويسنون الله يعزكم على جحش ولا على حمار وظروف صعبة. نعم. يقول علي أنا سامع القصة منه في شريط كاسيت، يقول 3 أيام نلقى أكل ويوم و4 ما نلقى، الموت الجوع اللي ما عمري شفته في حياتي. يا سلام. يقول أسمع الناس تروح للكويت، وقلت لأبوي أبي أروح للكويت أبي أعينك، قال يا ولدي عمرك 14 سنة وأنا ما عندي إمكانيات وأبيك عندي. يقولوا 6 أشهر حن على أبوي أبي أسافر للكويت. يقول بعد إلحاح وبعد جهد جهيد وافق، أبي أبر فيه وفي أمي من الشقة اللي شفته، عندي 3 خوات ما أدري إيش يسوون. يا سلام. يقول يا أمر الله ذاك اليوم يروح القافلة رايحة للكويت، ويجي عند أمير القافلة قال أبيك تاخذ هالغليم معك للكويت، قال علينا الحراسة من الذيابة ومن أمور العصابات والحنشر، غيره ما علينا منه. أكله معه قلت معه، شربه قلت معه، قال بيض الله وجهكم خذوه. يقول ونمشي على رجولي أساعدهم اللي يعطوني ما باقي أكل ولا غسيل مواعين. وصلنا الكويت، يقول ودعت الفقر، هذه الكويت اللي يقولون. يقول يوم جيت الكويت لا الفقر اللي مو في فقرنا، أذرهم بادين في القوارب بناء بيوت الطين. يقول أنا ضعيف وعمري 14 سنة وهم يدورون العمالة النشيطة، وإذا صفيت معهم ما اختاروني. يا سلام. شوف الصورة شلون عندنا الآن، إذا جيت في الشوارع تلقى العمالة جاية عندك الآن. حنا كنا نشتغل عمالة في الخارج. هذا ترى يا اخوان من فضل الله علينا من الناس الثمرات، وحنا كنا عماله هناك. فالرجل يقول اصف مع العماله في الشمس، احتري واحد من تجار الكويت ياخذني ابني له جدار ولا اصلح له قارب، يقول ما ياخذوني. يقول 3 أيام 4 أيام اسبوع، يقول صرت ارقد في المسجد واصيح. جاني امام الجامع قال يا ولدي وش فيك؟ قلت يا عم هذه قصتي وهذه قصتي، وتاركن ابوي وامي وظروفي صعبه ولا حصلت ريال الاسبوع الان. الله. قال انت وش تعرف؟ قلت أعرف زراعة. قال لا يا ولدي شغلك مو في الكويت. قلت وين شغلي فيه؟ البصرة. قال في العراق في البصرة. قلت وش البصرة؟ قال البصرة مدينة فيها مزارع ومنطقة فيها مزارع وبتلقى عملك فيها. يا سلام. قلت وين دربها؟ قال هذا دربها القوافل تضرب هالجادة. يقول وانا اضرب مع القوافل هالجادة وامشي، مرت نلقى اكل، مرت نلقى ناس تعطف علي، القى شجرة. وصلت العراق، يوم دخلت العراق عرفت هذه ضالتي، والانهار والمياه. يقول يا اخوان التمن رز، يقول والله انها جبال انها تحفر فيها الله يعزكم التلاب وترقد فيه. يقول التمن الرز يا تلابهم ترقد فيه وحنا اهلنا ميتين جوع. اتحسر ودي انقل هالاشياء عندها النجد بس ما اقدر. يقول ادخل السوق، يقول يعني اتفرس في الرجاجيل، والقى لي هاك الشيخ اللي معه مثل ما تقول بقشه. وجهي قلت يا عم، قال نعم. قلت ابي اشيل البقشه عندك انا عامل. قال شيلها. يقول عطف علي، شافني صغير وهرجتي مي بهرجتهم. يقول واتبعه ولا رجال حشيم. يقول وادخل معه في مزرعه، يوم دخلت له هذه جنه الله في ارضه ما شاء الله ولا كل شيء فيها. قلت يا عم ما تشغلني عندك صبي في هالمزرعه. قال انت وش تشتغل؟ قلت والله انا مع ابوي مزارع. قال بجربك يا ولدي شهر. شو اسمك انت؟ قلت اسمي علي. قال بجربك شهر وبعطيك 7 جنيهات ذهبيه في الشهر ان نجحت معي. قلت ابشر. يقول 7 جنيهات ما ادري وش الجنيهات، ولا لو قال لي باكلك وافقت. يقول يدخلني هاك الغرفه الله يعزكم زريبه، يقول وانا انظفها وارقد فيها، وقبل صلاه الفجر وانا محضر عنده. شوف النشاط، شوف الحرص. يقول شجره قصيتها، وانحرث حرثت، وانشذب شذبت، وانكرب كربت. يقول واقعد لي 2 3 اسبوع لين فهمت العمل كله، وصرت يده اليمين ويده اليسار ما عاد اخدمه. ويا اخوان 4 سنوات وانا عنده. يقول ما يحتاج شيء، ذبيحته وضيوفه وشاهيه وقهوته ما خليت عن شيء، قايم بهاك الواجب تمام. يقول يوم جاء 4 سنوات واذكر شيباني واذكر ابوي وامي، انا ما نسيتهم بس ابي اجمع شيء يبرد خاطري. قلت يا عم. قال نعم. قلت الديار تطلب اهلها. قالوا ايش تبي؟ قلت والله ما هم فارقني عنك الا ابوي وامي واخوان اللي في القصيم، واني طالبك طلبه انك تسامحني ودي اسافر. لكن قال ابشر يا ولدي ما دامك بار في والديك فابشر. ويجمع له ظهر 560 جنيه ذهب ويعطيه اياه ويعطيه كسوه. قال بارك الله فيك يا ولدي وبيض الله وجهك ولا قصرت. ابيك تروح مع القافله، مو بترجع، مو بتجي مثل ما رحت تجيني على رجولك، تمشي مع القافله لهلك، تدفع فلوس وترجع لهلك. يحمونك من الحواشيه. اي نعم.
يقول قلت ابشري واحب راسه وخشمه واتشكر منه واروح للسوق، واجي هاك القافله ولا عليها هاك الرجال. قلت يا عم، قال نعم. قلت انا بروح معكم للقصيم. قال ابشر يا ولدي، بنحملك ومعك اكلك وشربك ب10 جنيهات ذهب. قلت 10 جنيهات ذهب؟ انا اقعد في الشهر ما احصل 7 وانتم ب10؟ ما يصير. قال يا ولدي تبي الله يحييك ولا اضرب الطريق؟ قلت لا والله بضرب الطريق. يقول انا تثاقلت ال10 واروح اشتري لي كمر وحزمه تحت بطري واحطه واخذ مني دقيق وحاجتي للرحله. يقول اجيك ماشي. يقول واتعدى الكويت وامشي. يقول يوم اخذت لي 4 ايام بعد الكويت، يقول واجي لي فيها كشجره واعجن لي عجينه واكلها وارقد. يقول يوم جاء نص الليل ظلمه، يقول الثلاثه اللي فوق راسي بسلحتهم، هذا يضربني وهذا يشوتني. يا ولد ايش عندك؟ قلت ما عندي شيء. انت وش انت؟ قلت انا على باب الله. معك فلوس معك شيء؟ يقول واكذب عليهم. قلت ما معي شيء. قال هو يضربني ذاك كف. يقول يوم فكوا لها الحساب، يقول يوم خذوه يمزع قلبي 4 سنين ولا اشوف الا ابوي وامي. انا فرحان اللي بوديهم تكفون. يقول وترجى، يقول اطيبهم اللي يرجمني برجله. يا ابن الحلال فكوني، اعطوني شيء، خذوا شيء واعطوني شيء، وراي ايتام وراي ظروف وراي. يقول والله ما حد التفت لي. يقول واقعد يومين عقبهم اصيح تحت هالشجره اكب التراب على راسي. الله اكبر. يقول قلت يا ولد انت ايش سويت في عمرك؟ ارجع للكويت. يقول وارجع الكويت ابي اشتغل حمالي. يقول يقابلني الشيخ اللي قابلني قبل 4 سنين. وش جابك؟ قلت له علمه القصه. قال ما هو مثمنك الا معذبك، ارجع لمعذبك. هذا راي سديد. يقول وارجع لمعزبي. يقول وافتح عليه البستان. يوم دخلت وشافني قال علي عسى ما عشر يا ولدي. يقول وعلم القصه. قال ما سمعت كلامي. قلت يا عم هذا اللي صار وسامحني، ابي اشتغل عندك 4 سنين وبجمع الاهلي وبرجع. قال علي اذبح خروف عندنا ضيفان الليله. قلت يا عمي. قال اذبح خروف اترك عنك الكلام. يقول واروح اجيب اجر هاك الخروف اذبحه. يقول واطبخه وانا اخذته له العالم تجينا راعي الدكان الشمالي وراعي المزرعه الفلانيه وراعي المكان الفلاني. يقول للعالم اثر عنده مناسبه وانا ما ادري. يقول انا كب هالتمن على الماء. يقول واطبخه واسنه. يقول يوم جاء عقب صلاه المغرب يقول انا مقلطن سفرتهم. يوم تعشى واللي عليهم بالخير اكثر من 200 و300 رجال. يقول يفل هاك البساط ابيض قدامهم ويتكلم. العلم سلامتكم، هذا ولدنا علي جاينا من نجد، ديرتنا نجد والقصيم، والرجال هذا ظروفه هذا ما صار له، وانتم عارفين امانته، ويعلم الله انه مثل واحد من عيالي، وعدوا عليه الحراميه وسرقوا فلوسه كلها. الليله انا طالب الله ثم منكم نفرق له. يا سلام. قال واللي يفرق ب20 واللي يحط له حجل الله يعزكم، واللي يحط له طال عمرك خروف، واللي يحط يوم امتلى المكان. يقول انا اروح وجهي، اللي اجيب له شاي واللي اجيب له طال عمرك قهوه. يقول امتلى المكان من خيرات ربي. يقول تراني ما ادري عنها. يقول وانا اروح امرح واقعد لي 5 ايام الا حبيبنا محضر لي طال عمرك 600 جنيه ذهب وكمر وبعيرين وعليها قش من كل الخيرات. الله يبيض وجهه. قالوا هو حاجز لي مع القافله. قال شوف القافله اميرها فلان بتروح معه ترى فلوسها مدفوعه، ماني باثق انك تروح ولا هو موقف كله عند ابوك، وهذا اللي عذرك مني. يقول يوم قالها يقول وانا لم راسه واحبه واحب خشمه واحب يده واطيح عند ركبه. قلت والله العظيم اني ما انساك في صلاتي مع ابوي وامي. الله اكبر. يقول انا اركب واجي طال عمرك على محل قافله. يقول امير القافله قربني عنده. قالوا وش مهمه العراقي فيك؟ الرجل موصيني عليك وصاة عظيمه. يقول وانا اهرج له السالفه وعلمه من اولها لاخرها. قال بارك الله فيك، انت بار في والديك وربي ان شاء الله بيرزق. يقول يوم تعدينا الكويت وجينا في مكان وقال الامير بنعشي فيه، بنعشي بنسوي عشانه ونمرح. يقول انوخ نياقي واعقلها. يقول انا كل ما نزلت ادفن الكمر تحت الناقه عشان ما يضيع. يقول يوم اخذته لا اطلاق نار خير، قالوا علينا حنشل لصوص. يقول وانا قلبي ينفقع من قاطعين قلبي قطع. يقول واجلس اصيح الله يفكنا منهم. يقول ما غير ادعي. يقول يوم اخذنا له ساعه ساعتين يوم هذا الرمي خير. قال نصرنا الله عليهم. قلت الحمد والشكر لله. يقول يوم اخذت شوي واحد يجيني قال الامير يبيك. علي قلت نعم. قال الامير يبيك. يقول انا اطلع الكاميرا واربطه تحت. يقول واجي سم طال عمرك. قال تعرف اللي يسرقوك؟ قلت والله ما شفتهم. قال ولا تميز شيء. قلت الا واحد منهم اخن. قال هو يطق الاول والثاني. قلت هذا الملعون. قال وين فلوس هالغلايم اللي اخذتوها قبل شهر؟ ما اخذ يا ابو عبد العزيز. لبيه ما سمعت اخن. واحد منهم اخن في خن عرفتهم صوته. يقول انا ما شفتهم. تمام. قلت له هذا الخبيث. قال هو يلخها كالكف. وين فلوس الرجال؟ قال مره مرتين. يقول قال تحت الشجره الفلانيه. يقول يوم فتحوا هذا كمري
ال 560 اللي سرقت مني ما لمست ولا لا اله الا الله. قال يجيبها لي يعطيني اياها. قال يا علي هذه فلوسك. قلت انا فلوسي وصلتني. قال لا يأبى الله الا اني ضاعف لك برك في والدك. الله. شوفوا يا اخوان نية الوليد، شوفوا نيته. لازم نسقط الكلام هذا على البر، لازم نسقط الولد هذا وش كان ناوي. ولد عمره 14 سنه يشوف ابوه وامه في شقه. الحين الله يعافينا وياكم من اللي يسوي هالسوات؟ يقول وانا طال عمرك اركب اعظم ملوك الارض من الفرحه اللي فيني السعاده. بالسعاده. يقول يوم جيت القصيم يقول شفقان، هم في عنيزه، يقول شفقان، يقول وين بيت ابوي. يقول يوم دخل هالركايب قلت اني نازل عليهم من السماء، و4 ليالي انا وياهم ما غير نسولف، ما نمنا الصلاه ونجي نسولف. لا لا هذه يوريها، ما يعرفون القماش ولا يعرفون الاكل ولا السكر اللي انا يعني نوعيات الاشياء اللي انا جبتها من العراق كانت مين موجوده عندهم. يقول افلها خواتي فرحانات وابوي فرحان وامي فرحانه. يقول يوم اخذت 4 ايام قلت اركب يا ابو فلان. قالوا ايش تبي؟ قلت رهن. يقول نلقى هاك المزرعه وفيها هاك السواري والبير الطيب واشتريها لابو علي. قلت هذه عز نفسك وانا ولدك، انا من ظهرك وهذا فعلك لي. ما شاء الله. يقولوا يصير من اغنى اهل عنيزه. وهذه القصه.